في ايه يا كريم؟ انت كويس؟ ايه يا حسام يا حبيبي؟ ايه؟ ما بتردش على تليفونك ليه يا بابا؟ برد ليه؟ لانه تليفونك المفروض يترد عليه. ايوه طب ايه؟ طب 8 صباحا وانت كويس، انت هنا ليه؟ لا 8 صباحا دي تقولها لسما خطيبتك، مش انا مش مطالب ان استحمل رغيها وزنها عشان اجي اصحيك. انت راجل بالغ عاقل، وبعدين رايح فين في وقت زي ده؟ تمرين سباحه. يعني انا لابس اللبس ده ورايح تمرين سباحه، هكون رايح فين؟ رايح شغلي يا كريم. انا رايح شغلي ورايا حاجات مهمه. ما انا كمان ورايا حاجات مهمه يا حبيبي. ده انت وراك حاجات مهمه فعلا. شفت؟ بقول لك ايه؟ تاني باب على الشمال. ثانيه واحده، ايه هو اللي تاني باب على الشمال؟ هتخش الحمام بس. هي جايه من بيتها تخش الحمام عندي؟ ما ده لو جاي من بيتها. امال انتوا جايين منين؟ جايين من بره. ايه يا ولا الاجابه الوافيه دي يا ولا؟ بره فين يعني؟ ما احنا كان زمانها دخلت هنقعد نرغي ونسيبها. اتفضلي خليها حضرتك تدخل. الحمام. انتوا كنتوا فين؟ كان في حفله عندي في الاوتيل، خلصنا ورحنا افطرنا في واحد صاحبنا. افطرتوا في واحد صاحب؟ ده انت ضايع حبيبي، روح نام. والله مطبق مش قادر. ساده ولا بلبن؟ ايه هو اللي ساده ولا بلبن؟ هتعمل شاي؟ بقول لك مطبقين. يا حبيبي انا عندي ميعاد طياره، انا لازم اتحرك. معلش هتدخل على طول في كوبايه كرتون بقى، كوبايه كرتون عشان ناخده معانا. يلا. رايح فين؟ ايه؟ رايح فين؟ هروح معاهم لحد ما اخلص. هو انا اهبل يعني؟ هسيبك معاهم وهروح شغلي؟ يلا يا كريم، عايز امشي. كده برضو يا سما؟ مكلماني 36 مرة بس. حسام انت ما بتردش ليه؟ كنت هموت من القلق عليك. هتموتي. ده المبرر الوحيد يا سما اللي يخليكي تكلميني 36 مرة. اجي انجدك. حبيبتي انا بطارية موبايلي 4% وهي على الشاحن. ايوه ما بتردش ليه؟ يعني راحت عليك نومه؟ لا صحيت في ميعادي يا سما. يبقى نمت متاخر طبعا. لا نمت بدري يا سما. انا لما حسام، مع ان انا قايله لك ما ينفعش تعمل موبايلك سايلنت. حبيبتي اديني فرصه اتكلم. انا يعني لما انت مش هتسمعيني. اتكلم يا حبيبي اتكلم، ما انا قاعد ساكته اهو. اتكلم، انا نفسي تتكلم، نفسي تقول لي بقى ما بتردش ليه. سما ممكن تسمعيني؟ حبيبتي انا بقالي ساعه عايزه اقول لك. ايوه عارفه. اكلم لك ام هاني علشان تيجي تنظف لك البيت. هحتاج ام هاني طبعا لما ارجع، بس مش هو ده. انا بس كنت عايزه. عارفه. اكلم لك ام جابر عشان تيجي تعمل لك المسقعه اللي انت بتموت فيها. لا مش ام جابر يا سما. انا بس خلاص عرفت. اكلم لك ام علي علشان تيجي تنظف لك. سما كلمي امك. كلمي امك انت شخصيا، قولي لها بس ناجل يومين 3 الميعاد اللي بينا. لا تاجيلي ايه تاني يا حسام؟ حرام عليك، انت مش عارف احنا مخطوبين بقالنا قد ايه وامي عامله فيا ايه؟ لا حبيبتي بقى ده نتكلم فيه في رحله العوده باذن الله. يلا حبيبتي هتوحشيني. لا اله الا الله. بجد احنا محتاجين نتكلم بقى ونحط النقط على الحروف يا حسام بجد يعني، لان انا بجد تعبت. حسام اتقفلت. طب محمد رسول الله. ألذ فتره الخطوبه. ربنا معاك يا كابتن. انا شايف اننا نطلع. سكاي ليميت 878 ريكويست تاكسينج. Sky Limit 878, ready for taxiing, runway 057. حضرات السادة والسيدات الركاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قائد الطيار الكابتن حسام عز الدين يرحب بكم على متن خطوط سكاي ليميت، رحلة رقم 878 والمتجهة إلى مطار أتينا. زمن الرحلة ساعة وربع، سنطير بإذن الله على ارتفاع 33,000 قدم بسرعة 700 كيلومتر في الساعة. ممنوع نهائيا التدخين على متن الطائرة واستخدام الهاتف الجوالي. رجاء الالتزام بمقاعدكم لحين انطفاء إشارة ربط الحزام. نتمنى لكم رحلة سعيدة. حضرتك ما ينفعش تقعدي على الارض، ممكن حضرتك تتفضلي على الكرسي؟ قولي لها. تقول لي مين؟ اخرسي خالص. لا تقعد جنبي يعني؟ انت مش فاهمه يا مدموزيل، اصل انا حجزت لاست مينت. دي الميت بتاعتي كنت حاجزه لها ورا مين اللي عمل لها ابجريد وجابها جنبي. ايوه بس دي حضرتك... تعمل لها داون جريد مش ابجريد.
اف. والله ما جريت ولا اتحركت من مكاني وزي ما انت شايفه. قاعدة في اي حته، تنام هنا تنام، ابعديها عني خالص. حاضر يا مدام. اتفضل. حاضر. حاضر. عايزه اقول لك بس على حاجه، انا مش متضايقه. قاعديني في اي حته في الطياره، ان شاء الله في المروحه اللي هنا اتفرم كده اهون عليا من الذل اللي انا فيه. انا مش متضايقه. اتفضلي. لو ربعي بس بلوبيف بالبيض يقومني بس لحد ما اوصل هبقى مبسوطه قوي. التشيكن ده مش مريحني. بس ده مش فراخ يا فندم. انا عارف انه مش فراخ، يعني معقول هاكل تشيكن وفراخ في نفس الوقت؟ طيب في لحمه. بس ما تكونش ضاني. لا اطمن. عشان الحموضه. اتفضل. شكرا. عده بقى. لا خليهم الاثنين عشان اقارن بينهم. ايه حضرتك هتاكل الاثنين؟ اقارن بينهم. بالهنا والشفا. حاجة يا حضرتك؟ لا. والله هتوحشيني يا مصر. احنا لسه طالعين من نص ساعة، حتة وحشك؟ بس أول مرة أخرج بره مصر. ايوه هي كده. الله ينور، ميرسي جدا والله، مين الجدع متشكر. اللي بتصوروا معاه هناك ده؟ وحضرتك مش متابع كورة خالص؟ ده إيهاب نصر لعيب الكورة. ده لعيب كورة ده؟ ومعروف كمان؟ جدا. يبقى أكيد بيلعب يا في الأهلي يا في الزمالك. لا في ده ولا في ده، ده بيلعب في فريق كحيان كده في دوري المظالم. لما هو بيلعب في فريق أحيان جاب الشهرة والنجومية دي كلها منين؟ وإيه الحركة العجيبة اللي بيعملوها بإيديهم؟ حضرتك قصدك دي؟ إيه دي؟ دي الحركة اللي عملها لما جاب الجون بإيده. جاب جون بإيده؟ بإيد الاتنين. واتحسبت كمان. الفيديو بتاع الجون ده عامل 200 مليون مشاهدة. الحركة دي بقت مشهورة في العالم كله. بقى أي حد لما بيقابل التاني ما بيعملوش كده، بيعمل له كده. عشان كده الحضارة في أيامها الأخيرة. حضرتك كويس؟ لا مش كويس. اللي قدامك ده دكتوراه في مسرح العبث من أكاديمية الفنون، عضو نقابة المهن التمثيلية شعبتي الإخراج والتمثيل. مثلت على المسرح 40 سنة. أنا عملت كاليجولا ودمتري في الأخوة كرامازوف وإفرايم كابوت في رغبة تحت شجرة الدردار. أنا البغل. ما تقولش على نفسك كده يا دكتور. ده دوري يا ابني في مسرحية ليلة مسرح جيفارا ميخائيل رومان. هو انت نازل في الاخر؟ ايه؟ اقصد يعني نازل اخر الموقف. مالك يا حاج؟ مش فاهمك، عايز ايه؟ اصل انا نازل قبرص وانت نازل اليونان، فكل شويه هقوم وانت تقوم. قبرص ايه ويونان؟ انت بتقول ايه يا حاج؟ حاجه انت بتفرك عشان عايز تيجي تقعد مكاني على الحرف؟ ايه؟ ما تكدبش، ما فيش عواجيز بيكدبوا. صح؟ ليه بقى؟ اصل انا بحب اخش الحمام كتير، فمش عايز اتعبك كل شويه وانا قايم. ماشي، طب ما تقول من الاول يا حاج، ملهاش لازمه بقى اولنا واخرنا، احنا في مترو العباسيه. تعال. بجد؟ والله، بس ما تقعدش بقى تعكس في المضيفات في الرايحه والجايه. ها؟ عاكس ايه يا عم؟ وانا في اسنان للزبادي. خد ايدي يا اخويا وقوم. طيب لا حاجه. اوبا. تمام. ايوه. مبسوط؟ الحمد لله. يا سلام، انا فرحان قوي ان انا قاعد جنبك، قاعد جنب نجم كوره كبير قوي. اتشرفت بيك. شرف لي يا حاج والله، الله يخليك. انا ما تعرفتش عليك يا حاج، انت اسمك ايه؟ ده انت عجيب يا اخي، عجيب. رياكشناتك كلها غلط، بتضحك في وقت غلط وبتعيط في وقت غلط. انت بتسخر مني يا دكتور؟ انا؟ السخرية من المرض شيء لا يليق بأستاذ وفنان زي حضرتك. أنا بعاني من مرض نادر اسمه البي بي اي. ايه؟ البي بي ايه؟ انا اللي اعرفه البي بي سي. لا دي إذاعة لندن، دبل بي فور بول سي، إنما اللي بقول لحضرتك عليه ده بي فور بن، بي فور بول، اي فور أي حاجة. اللي بيقولوا عليه التقلقل العاطفي. تقلقل؟ أنا أعرف القلقلة، القيلولة، القلقاس، إنما التقلقل ده أنا أول مرة أسمع عنه. هو مرض نادر بيجي لي على هيئة هبات ونوبات ضحك وبكا في أوقات غلط. صحيح، عرفت اللي حصل لعمر باسل صاحبنا؟ يا اخي ربنا يشفيه. يعني الواد ده تعبان قوي،
جدول رحلاته متبهدل على الاخر، بس احنا اتفقنا بينا وبين بعض على الجروب ان احنا هنشيل رحلاته لحد ما ربنا يقومه بالسلامه. ظبط انت بقى مواعيدك وشوف هتاخد انهي يوم. انهي يوم؟ انتوا مش بتقولوا اتفقتوا تشيلوه لحد ما يخف؟ اه اتفقنا، بس في ايام ما حدش لسه خدها. لا بص، قبل ما تكمل كلامك، انا الفتره اللي جايه دي انا مشغول قوي الحقيقه. انا من ساعه ما هرجع عندي ميعاد مع اهل خطيبتي، عندي اجتماع مهم جدا في الكومباوند مش هينفع اجله، فانتوا شوفوا بقى اتصرفوا يعني حد يشيل مكانه. يا اخي طب قدم السبت، هيجي لك يوم وتحتاجه. لا يا حبيبي انا مش هحتاج حد ان شاء الله. كابتن حسام انت عارف احنا مسمينك ايه على الجروب؟ حطيتوني على الجروب اصلا؟ يا سلام على الشياكه يا دكتور شاكر. ايه ده؟ حضرتك مدعو على مهرجان الجونه ولا ايه؟ مش عايز تريقه، انا عارف اللي انا عامله ده قمه العبث، بس علوا التكييف والدنيا سقعت وانا معيش حاجه تقيله البسها. لبست هدوم الدور اللي انا رايح امثله. حضرتك رايح تمثل دور ايه؟ ابراهيم كابوت. ابراهيم؟ يا ده انا بحب المسلسل ده جدا. اخيرا هيعملوا جزء رابع من رأفت الهجان. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب. خير خير ان شاء الله. Mayday, Mayday, Sky Limit Air 878, declaring emergency. Fuel engine failure, performing emergency landing. Unable to reach the airport. We will perform ditching in the next 20 miles. ايوه يا بنتي، امال انت فاكره ايه؟ ايه ده؟ بنت ريهام، ده الكابتن فاق من الغيبوبه. اقفلي دلوقتي، اقفلي هكلمك تاني. سلام. الحمد لله على سلامتك يا كابتن. أنا فين؟ انت في المستشفى. هو إيه اللي حصل؟ ارتاح انت بس يا كابتن، وحالا هنديها لك الدكتور. أنا مفيش حد من أهلي معايا. هو في حد منهم سابك لحظه؟ خصوصا بقى خطيبتك، ربنا يبارك لك فيها يا رب. ما كانتش بتخلينا نعمل اي حاجه، دي حتى حلاقه دقنك هي اللي كانت بتعملها. هي فين؟ لسه حالا ماشيه ومسلمه الشيفت لمستر كراميلا. هندهولك، ده هيفرح قوي لما يعرف انك فقت بالسلامه. كراميلا مين؟ 969 ده رقم. تكلميني في اي وقت، تجيلي الاوتيل، ساونا، بسين، جاكوزي، دلع، تتبسطي اخر انبساط. يا سلام، ما انت قلت لإلهام زميلتنا كده من يومين. الهام مين؟ إلهام بتاعت اسم الجراحة. الهام جراحه، ما تقولي في كذا الهام اصل في المستشفى. والله. وبعدين الهام دي فاكس خالص، جت بمايو كده شبه الجونه اوضه العمليات، لكن انت حاجه تانية. كلميني. اكلمك. مستر كريم، مستر كريم، الهام افاقه ايه؟ كابتن حسام فاق. حسام غيبوبه؟ ايوه. قال لك الاسطوانه اياه. حسام كريم، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، انا مش مصدق نفسي والله. الله يسلمك. خضتنا عليك يا عم. أنا بقالي قد إيه؟ انت بقالك شهر. إيه اللي حصل؟ سيبك من اللي حصل، مش مهم، المهم ان انت بخير. بقول لك ايه، البت السما دي طلعت ب 100 راجل. أيوه يا جدع. لا هي ب 100 راجل حرفيا، 100 راجل بيتكلموا بنفس اللحظه. لسه برضه؟ بس هي جدعه بصراحه، ما سابتكش يوم واحد. الممرضة اللي كانت هنا قالت لي هتنده الدكاترة وما جاتش. انا هجيب لك الدكتور، ارتاح انت يا حبيبي.
الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا كابتن. الله يسلمك يا دكتور. بص انا هكشف عليه لكن محتاجين اشعه المخ ضروري. اتفضل حضرتك اعمل اللي انت شايفه. ما تتحركش اثناء الفحص. ثانية واحدة بس هستلم الأفلام والدكتور جاي حالا نطمن حضراتكم. اتفضل. الحمد لله على السلامة يا بطل. شاكر الطويل. الله يسلمك يا دكتور. دكتور انت عارفني؟ ما هو لسه قايل لي الدكتور هيقابلك. ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ في حاجة غريبة في البدلة؟ لا ابدا، يعني حركه لطيفه انكم لابسين كوستيومز ترفهوا عن الاطفال وكده. مفيش اطفال في المستشفى. طب دكتور طمني، الاشعه اخبارها ايه؟ انت كويس جدا بجد. انت احسن من غيرك بكتير. قول الحمد لله. الف حمد والف شكر ليك يا رب. في ناس كانت معاك على الطياره ايوه حالتهم صعبه قوي قوي، انما انت على الاقل لسه عايش، لسه فيك الروح. الحمد والشكر لله. طب دكتور يعني هخرج امتى؟ انت لازم تخرج دلوقتي حالا عشان تشوف وراك ايه. بجد؟ ايوه. يلا قوم قوم قوم، لم هدومك وروح ارتاح في بيتك يا راجل. مفيش احسن من بيت الواحد. قوم كلك لقمه حلوه كده ترم عظمك. قوم. ينفع امشي؟ قوم. او امشي؟ ايوه قوم. اهلا يا كابتن، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور. حضرتك لابس كده ليه؟ لابس لبس دكتور عادي. غريبه. انا شفت التحاليل والاشعه بتوعك وشايف انك تقعد يومين ثلاثه كده لحد ما نطمن. دكتور شاكر قال لي ان انا تمام واقدر امشي. شاكر هو ده دكتور خالد، ده اللي بيتابع حالتك. لا دكتور شاكر. دكتور شاكر مين؟ مش عارف يا دكتور، يمكن اختلط عليه الامر، بس انا متشكر جدا لحضرتك، شكرا جدا. هلا هنطلع اوضتك تريح كده يومين عادي نطمن. في ايه؟ اصل الراجل قال لي انا تمام واقدر امشي. راجل مين؟ ما ده الدكتور اللي بيتابعك خالد. يا عم لا دكتور، انا ده دكتور اسمه شاكر وقال لي كل اكله ترم عظمك رم عظمك؟ مفيش احسن من بيت الواحد. عايزين بقى نمشي على اللي بيقولوا الدكاتره، عايزين نخرج بقالنا شهر. ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. انت كويس؟ بجد؟ الحمد لله. اتأخرت ليه يا جدع انت؟ انا مستنيك. معلش كان عندي شويه شغل الصبح في المصنع. ماشي يا عم. ايه ده؟ ايه؟ من امتى ده؟ صلاح. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك الصراحه. انا اول ما سكاي قالت لي انك مين؟ فوت. سكاي. سما، اسمها سما. ما هي اول ما قالت لي انك فوق استغربت جدا، قلت عملها ازاي بالسرعه دي؟ ده الشهر عدى هوا يا راجل. ما كنتش عايزني افوق طبعا. لا يا حسام، ايه اللي انت بتقوله ده بعد الشر؟ طب اقول لك على حاجه بقى بجد، والله العظيم صلاح ما سابنيش من ساعه الحادثه ولا لحظه، كل شويه يكلمني يقعد يطمن عليك يطمن عليك يطمن عليك. مش اتاكد ان انا مت. لا ظريف قوي الكابتن. انت اللي فقر يا راجل والله. طب يا سكاي هسيب لك السواق بقى بالعربيه عشان لو احتجت تعملي مشوار ولا حاجه. ماشي. سواق بيعرف يسوق، ما بيعملش حوادث زي ناس. الحمد لله على السلامه. يوه يا صلاح يقعد يهزر. دم امه يلطش. ايه موضوع سكاي ده؟ يعني ده ابن خالتي وزي اخويا يعني ايوه ابن خالتك يدلعك يعني احنا هنتهبل؟ لا انا اسفه، سيبنا بقى من الغيره دي.
طمنوني الدكتور قال ايه؟ هو الدكتور قال يفضل اننا نقعد يومين، فانا شايف اننا نقعد. ايوه في دكتور تاني قال ان انا كويس وفضل امشي. خلاص يبقى نمشي، يعني شوف انت عايز ايه انا معاك. طب يا جماعه زي ما انتوا اكيد عارفين في مدارس مختلفه في الطب. فعندك مثلا مدرسه ابن خلدون. ابن خلدون دي بتقول ايه؟ بتقول نخرج. في بقى ابن سينا. ثانوي، دي ثانوي بنين ابن سينا صح؟ وفي الأورمان برضو دي تجريبي. والله هو اي فتسي بنقول مدارس في أورمان وتجريبي انا اللي وفتسي فات وخلاص. انا اللي فات. تحبوا نكمل افيهات هنا في الكوريدور ولا تحبوا نروح الاوضه ولا على إيه؟ فكره انا بقول لك معلومات بجد. هو اي فتسي. انا اللي فات. خلاص. ميرسي. يا اخي الناس في المستشفى هنا لطيفه جدا، كلهم فرحانين في وقت من الغيبوبه. الحمد لله. دكتور شاكر اهو، دكتور شاكر الطويل اهو. فين؟ اهو اللي لابس هاملت ده. هيلمت لابس هيلمت. لا ابني لابس هاملت اللي عدى جنب الست اللي بدله اهو. مفيش حد ست ببدله ايه؟ مفيش حد يا جماعه والله ايه اللي مفيش حد دخلوا؟ خلاص ما اهو. طيب خلاص انت بتعصب ليه؟ اهو دخلوا شمال من هنا، ايه اللي مفيش حد؟ انا مجنون انا. لو دخلوا شمال هروح اشوف مين لابس بدله هاملت وجنبيه واحده ست ببدله، دخلوا شمال. انا هشوف مين اللي لابس بدله هاملت ده. ماشي خدوا انت على الاوضه وانا هحصل. لغايه الاوضه. في ايه مالك؟ شوفيه بقى لو كده خليه يجي على الاوضه. انت بتعصب ليه؟ انتوا مش شايفين ازاي؟ لابس هاملت ومعدي وقايل لكم. ما هي هاملت على مهلك فوز. حسام هو انت بتعرج ليه؟ انت قايم من الغيبوبه. لا ما انتوا استقروا على حاجه يا جماعه، انا في دكتور قال لي انت كويس امشي، ودكتور قال لي انت تعبان لازم تقعد. ايوه لازم تقعد مش لازم تعرج. بقى انا قلت بقى امسك العصايه من النص. او ده يريحك. طب راعي حرمه المستشفى طيب. على فكره انا مفيش حرمه في المستشفى الا ومراعيها. لا ده انت ذئب قوي يالا. طمني بضحايا كتير. مش ضحايا يعني قوي ما تبالغش، ده هي الهام جراحه وفي سلوى في التخدير. ضحايا الطياره يا توم يا كروز. طياره. بصراحه معظم الركاب البقاء لله، بس ان اصلا حد يطلع عايش في حادثه زي دي ده كويس جدا، وانت اثبتت كفاءه في الطيران غير عاديه، انا فخور بيك يا حسام. انا كده اثبتت كفاءه. ايوه على فكره هي التحقيقات هتخلص، تقوم بالسلامه تخرج من المستشفى، هترجع تطير تاني عادي ولا كأن حصل حاجه. يا رب. انا هسيبك بس هوصلك اوضتك وهروح الاوتيل عشان في وفد جاي من اسبانيا، هحضر التسكين بتاعه واجي لك على طول. لا روح شوف شغلك، انا كده سما موجوده لو في حاجه هقول لها. تقول لها؟ يا رب تديك فرصه تقول لها يا سيدي. ولا انزل انا على السلم وانت برضه عشان النفس ما يضايقكش في الاسانسير بعد الطياره. لا انزل على السلم يا ذئب. لو محتاج حاجه قول لي. لا انزل انت على السلم. ماشي هاجي لك تاني والله. انا كويس اهو، امال الدكتور بيقول لي اقعد ليه؟ بقول لك ايه، انا دورت في المستشفى كلها على دكتور اسمه شاكر الطويل وما لقيتش. ازاي يا سما؟ ازاي ده راجل لبسه مميز جدا، انت لو دورتي هزاري معايا؟ ما هو دكتور شاكر اهو. فين؟ ما هو يا حبيبتي اهو دكتور شاكر اهو، اللي واقف ورا البت النص دي اللي هي مش اسمها رشا باين. رشا مين؟ سحر يا عسول. سحر القمر يا ستي اهو. مين سحر القمر دي يا حبيبي؟ ما فيش حد في الاوضه كلها غير انا وانت. حبيبتي ايه هو اللي ما فيه؟ ما انت اهو الراجل الميت في الضحك اهو، ما اعرفش اسمه ايه. حبيبي يمكن اللي انت فيه ده من اعراض الحادثه، يعني اصل الحادثه دي بتؤدي الى خرف، انا قريت كده، فانت ممكن بتخرف. خرف ايه يا حبيبتي؟ ما قدام عيني اهو. ايه اقعدوا افركوا انتوا ورايا طول اليوم كده في المستشفى. كابتن حسام محدش هيقدر يشوفنا غيرك. بس بلاش كلام فارغ بقى. انا كلامي فارغ؟ اقسم بالله العظيم قريت ان الحادثه دي بتؤدي الى الخرف. حبيبتي مش انتي، ده هي اللي بتقول. هي مين؟ انا بكينام هانم الله يرحمني. اهو بكينام هانم الله يرحمها، تقريبا ده الاسم الثلاثي. بكينام هانم؟ ايوه. معلش نسيت شنطتي بس. كريم شايف دول ولا لا؟ قول لها عشان فاكرها مجنون. مين دول يا حبيبي؟ يعني ايه يا جماعه؟ هم واقفين قدامك هم واقفين قدامك هم. مفيش حد والله. انت كويس. شايفينهم ولا لا؟ مفيش حد. والمصحف؟ مصحف؟ ايه ده؟ حسام يا لهوي. انا عايزه اشوفني، عايزه احط روج. ايه ده؟ انا مش عارفه انتوا مش عايزين تسمعوا الكلام ليه. قلت لكم نظهر لكابتن حسام 1-1. 1-1 يعني تعادل. خصيمك النبي يا عم باني مش ناقصاك خالص دلوقتي، اسكت خالص.
كنت فين يا دكتور شاكر وسايبنا في اللي احنا فيه ده؟ كنت في المشرحة بسلم على ابن عمي، جاي هو ومراته في حادثة عربية. وهو كويس؟ الحمد لله توفى. الدور والباقي على مراته، خدوها الطوارئ بأنها لسه عايشة. يا حرام. استر يا رب. طب يا جماعه خلينا في المهم. انا ممكن اروح واتكلم معاه بالنيابه عنكم. ايه؟ انت؟ وش معنى انت يعني؟ دي فيها كلام؟ احنا الاتنين كباتن وشباب زي بعض، ثم انا مشهور عنكم اكيد هيتفهم. ايه مشهور دي؟ بتلقح على مين حضرتك؟ عليك انت يا عم شاكر. يا عم شاكر ده انت ما نزلكش نعي في مجله وشوشه حتى. ده انت كروح مشهور اكتر بكتير، على الاقل ضامن ان في 5 هنا عارفينك. كروح؟ طب روح 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 روح. بقول لك انت وهو، انا لحد دلوقتي لذيذ معاكوا قوي. الراجل بقاله شهر في غيبوبه، مش لما يفوق هتقعدوا تعملوا العبط اللي بتعملوه ده. لو دخلنا في سكه مين احسن من مين هتشوفوا مني وش تاني خالص، محدش فيكم هيحب. كلنا زي بعض. عندك حق يا اخويا، كلنا ولاد 9. اوه نو. طيب هقول لكم على حاجه تانية، تيجوا نعمل طنبوله ونشوف مين اللي يقابله. ايه يا امبوله دي؟ شفتي جبت لك كلام ازاي؟ اسمها قرعه يا حبيبتي. ايه نسيتيها؟ قرعه. قرعه يا بيئه؟ هتموتي. هموت اكتر من كده؟ خلاص نعمل قرعه ونشوف مين فينا احنا ال5 اللي هيروح له. 5 ليه؟ احنا 6. احنا 5 ونص. 5 ونص؟ ده احنا اتأخرنا قوي. يلا بينا. اتأخرنا على ايه؟ على ايه؟ مش عارف. انا رأيي ان القمر بتاعتنا الفيديت هي اللي تروح وتتكلم باسمنا كلنا. ميرسي قوي لذوقك. ونشأت صلبا واخذ الناس يقولون عني على الدوام انه رجل صلب. بعد اذن الحديد والصلب ممكن نرجع لمرجوعنا؟ انا موافق على موضوع القرعه، وهبقى اكمل لك مشهد الصلب ده بعدين. بقول لك ايه، ما تسيبنيش معاه لوحدنا، ده ذئب. ما تخافيش مش هيعرف، ده ميت. انت الدنيا بايظه خالص. يلا عشان خاطري. خلاص حبيبتي تسلم ايدك. لا معلش الحته دي بس. مش قادر والله خلاص. والله لازم علشان تعوض. عوض ايه؟ تعوض، ما الجبنه البيضه دي بتعوض التئام الانسجه. انسجه يا سما؟ انا ما كنتش بولد. معلش الحته دي كمان. وبص اقعد عدل عشان بص 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 الاكل نازل فين؟ في ظهرك. انت عايز تبقى احدب؟ احدب؟ ايوه يعني يجيلك اتب. والله اقول كلام ايه الاتب؟ ليه بس؟ ما كفايه فاتيه يا حبيبتي بقى، بتقولي ايه؟ صباح الخير. صباح الخير. لا احنا بقينا زي القمر النهارده. قمر ما شاء الله. والجبنه البيضه. الحمد لله. البيضه فعلا هي بتعمل كده. انا عشت ليله مأساة. رغي ولا فاتي؟ الاثنين. في ليله واحده؟ نهار اسود. ترغي معايا وانا نايم، فاهم حاجه؟ ما انت فاكرني ببدل شفتات معاها ليه؟ عشان ما اقعدش في نفس على فكره انا سمعتك. وبعدين ما كنتش بتكلم معاك انت، سالني كده كنت بتكلم مع مين؟ مين؟ مع عقلك الباطن. على البطن وشاورت على بطني، فاهم حاجه؟ هي كده؟ ماشي يا خفيف انت وهو. انا هروح بقى علشان اغير هدومي عشان قبل ما الدكتور يجي. الدكتور جاي علشان يكتب التقرير النفسي. هو معنى ان دكتور الشركه جاي، فاحنا مش هنقول قدامه حاجه من اللي اتقالت امبارح دي، ولا هملة معدي ولا سمير الاسكندراني في الشارع بقى خلاص بقى لذيذ انت وهي، ما تقلقوش. هو انا مجنون يعني؟ لا طبعا. لا تمام. ماشي كريم، هأمنك على حاجه والنبي اوعى تسيبه لوحده، ماشي؟ وما ترغيش معاه لان انا لسه الدكتور قايل ان هو الرغي معاه غلط. لسه قايلين لك دلوقتي وانت ماشيه؟ اه ما انا راجعه. ليه ما تستريح؟ ارجعي. انت مش عايز نرجع؟ لا عايزك تيجي. ماشي عشان انت وحشني جدا، احنا ما لحقناش لسه نرغي مع بعض. هو ده بقى اللي وحشني قوي، نرغي مع بعض. ماشي. انا مش هتاخر عامه. ماشي. هتوحشني شويه. وانت. باي. ما فكرتش تفسخ؟ والله يا ابن العقل بيقول كده، والله. اتفضل اتفضل. هو بس حضرتك قلت كنت هتيجي من ساعه، فانا استنيت كتير بس. بابا انا مواعيدي جاست اون تايم. بابا هو حضرتك طبعا ان شاء الله اطمنا على صحه حسام، هو زي الفل والله. انا فاهم ان هي اجراءات مش اكتر. بابا ما تقلقش. انا عارف ان كابتن حسام طيار كفء، انا بس حابب اطمن عليه بنفسي. انا فاهم ان هي روتينيات مش اكتر والله، بس هو زي الفل زي الفل. استاذنك انا احب ازور الكابتن الون. ماشي، كنت حابب اجي مع حضرتك بس عشان شكرا. اتفضل. ايه موضوع بابا ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
خضتني. اسمك ايه يا حبيبي؟ شفت عفريت؟ ايوه امال انت ايه؟ انصرفي لا تاذيني ولا اذيك. اوعى تقول كده هنا خالص، احنا في الحمام انا وانت بنتلبس عادي. خضيتك صح؟ خضيتك. ايوه خضتيني طبعا، انت شكلك بيخض جدا. طب اهدى كده عشان نتفاهم انا وانت. انا جايه لك لوحدي بدل ما يطلعوا لك كلهم. نتفاهم؟ لا انت اكيد هلاوس. هلاوس؟ انت اكيد هلاوس. يعني ايه هلاوس؟ انت اكيد. يا كابتن حس اسمعني بس. وانت مين بقى انت كمان؟ لا احترم نفسك. احترم نفسي ايه؟ استعبط بقى، اشتغلوني انت وهي. انا جايه لوحدي ومعرفش الراجل ده. مين هي دي؟ انت شايف حد هنا في الاوضه غيري؟ ايه الهبل ده؟ الراجل ده مش معاكوا؟ امال انت مين؟ انت مين يا جدع انت؟ انت مين انت؟ اسود حسام، بتعمل ايه؟ مين ده؟ بقى كفايه بابا بقى، ده دكتور الشركه بعتيه عشان يكتب التقرير. تقرير؟ انتوا هتجننوني؟ انتوا عايزين تجننوني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لكم دي لا هتعرف تتكلم معايا ولا تعبر عننا. نيلي هو انا لحقت؟ سامي يا كابتن حسام تتكلم معايا ازيك؟ يرضيك الكلام ده؟ يرضيك؟ هلو ايه هتتكاتروا عليا؟ هلو مين يا حسام؟ في ايه الهزار ده بقى يا حسام؟ ده بيهزر، ده زي الفل يا ابني. هزار ايه؟ ما هم الاوضه بتشغي بيهم اهو راجل اهو. والله ده زي لا ده حالته خطر جدا، ده ما يسيبش المستشفى لحد ما يتحسن. مش بس كده، يتحط على اوضه حراسه عشان ما يأذيش حد ولا يأذي نفسه. ده زي الفل والله. حراسه مين؟ انا ابقى مجنون لو قعدت لكم فيها. هنحلها. لو حد حاول يقرب مني او يمشي ورايا والله العظيم لا اذيه واذي نفسي. اوعى. هنحلها سام. ده هيفرهدنا بقى. لا انا لابسه كعب. يا عم انت بقالك سنه يا عم. خلص واطلع بسرعه. اركب واطلع بسرعه. يا عم هرضيك اطلع بقى. انا مشيت اساسا. اطلع. ايه يا سما انت فين كل ده يا سما؟ ما تنجزي في حاجه. ايه المفتاح؟ فين المفتاح؟ عايزين ندخل نفرج الناس عليا. ايه ده؟ حسام مش لاقيه. بص الادب والاخلاق فيش نفس. ترمي الابره تسمع رنتها. زي المسرح بالظبط. احنا مش عايزين نضايقك، احنا بس عايزينك تسمعنا. انتوا مين اصلا؟ احنا ارواح الركاب اللي كانوا معاك على الطياره. على الطياره. بص ركز معايا وانا هشرح لك ايه الحكايه. احنا ارواح معلقه عشان كل واحد فينا كان عنده حاجه كده في الدنيا لازم نعملها وما لحقناش. كل واحد فينا عنده طلب صغنن خالص، وكل اللي مطلوب منك تنفذ الطلبات دي عشان الروح تطلع بقى. بس كده؟ لا عيني. ويا ترى بقى الطلبات دي عايزينها كلها في شيك واحد ولا كل واحد منكم شيك؟ اوبا، انا نسيت اجيب دفتر الشيكات بتاعي معايا. ولو ما نسيتوش هتعمل بيه ايه؟ انت ميت. اديهولك، يمكن تحب تصرف. انا عايز اصرفكم انتوا. تعرف تعملها لي؟ كابتن حسام اسمعني، اظن انا انسب حد انت المفروض تبدا بيه، لانه زي ما انت شايف انا صاحب مرض ومتقلق عاطفيا يعني. مش محتاجة يعني. اديني فرصه طب اتعاطف معاك. انا ما خدتش فرصه والله يعني. معلش هو كده رياكشناته كلها غلط. حلو قوي. احنا كان معانا هاملت وواحد متقلقل عاطفيا وده بني اصلا. انتوا سامعين انا بقول ايه؟ بني؟ وانا سمعت الاسم ده فين قبل كده؟ طيب ماشي. سيبك منهم يا كابتن حسام، احنا كباتن زي بعض. ما جيتش معاه ليه؟ انت مين يالا؟ معاك كابتن ايهاب نصر لاعب الكرة المشهور. متهيألي انا اكتر واحد جاهز نفسيا وبدنيا انك تبدا بيا.
بتمرن كويس، ما بدخنش شراهه يعني، فاهم قصدي؟ فلو مش انت معنى انت يا كابتن اللي يبدا بيك. بطل انانيه بقى، باصي، انزل من عليائك. كفى كبرياء، كفى ارننه. احنا كلنا هنا قد بعض، مفيش حد احسن من حد. يسلم فمك يا عم شاكر، مفيش حد احسن من حد. ايوه خلاص، الروس اتساوت. روس مين اللي اتساوت يا حسالة؟ هتموتي. هموت تاني؟ انت تخرسي خالص. هفضحك بحاجة، ادوني حاجة بقى ما تضايقهاش بقى. بس لا 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 لا، احنا مش عايزينك تتنرفز خالص خالص. بص انا هقول لك على اقتراح حلو جدا، انا هاخد الشباب ونروح نقعد في حته ونسيبك لما تهدى ونرجع لك، ايه رايك؟ غوروا وسيبوني في حالي، غوروا وسيبوني في حالي. ما هي لسه قايله ان هي هتسيبك في حالك. امشي يالا. هيا بنا. غوروا في داهيه، غوروا في داهيه، ربنا ينتقم منكم. انتوا طلعتوا لي منين؟ طلعتوا لي منين؟ سيبوني في حالي. سيبوني في حالي بقى. يا حبيبي نسيبك في حالك ازاي وانت قاعد كده؟ وبعدين انت دخلت ازاي اصلا؟ هما اللي فتحوا لي. تاني يا حسام، تاني هنعيده تاني. ايه هتعملي ايه؟ هتقعدي على رجل عم باني. عم مين؟ عم باني، ما هو قاعد اهو، هتقعدي على رجله؟ لا انا اسفه. طب اقعد فين طيب؟ ابعدي عنه واقعدي. هنا مفيش حد قاعد؟ ايوه. طيب انا اسفه. حسام هو انت عارف يعني ايه باني؟ يعني ايه؟ يعني ارنب. يعني انت بتقول عم ارنب زي عم دهب كده. هو انت بتقولي ايه؟ انت يا حبيبي اللي بتقول ايه؟ بعدين بلاش الكلام بقى اللي بيقلقنا عليك ده. يا جماعه والله العظيم هم اللي فتحوا لي، انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ طب اقول لكم على حاجه؟ ممكن تقولوا لي انا دخلت ازاي البيت؟ هي دي حاجه غريبه جدا، انا لفيت حوالين البيت ما لقيتش حته ندخل منها، دخلت ازاي؟ اهو شوف. لا يا حبيبي انت اكيد لفيت في الجنينه فلقيت الباب مقفول ففتحته ودخلت ونسيت. والله لا. طب نسيبه هو يقول حبيبي عمل ايه. هم والله يا جماعه اللي فتحوا لي. هو انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ لا انا مصدقك يعني، انا مصدقك. عادي، الارواح مش الارواح معانا هنا؟ ايوه. عم باني معانا؟ ايوه. خلاص يبقى نروح المستشفى. والله انا مش هروح مستشفيات. الله ينور عليك يا عم باني. ايه قال لك ايه؟ مش عايز ينزل. عم باني مش عايز ينزل؟ هو عم باني بيتكلم؟ طب ما ده لذيذ قوي، ده مش بيخوف ولا حاجه. سما ممكن ما تتعامليش معايا على ان انا مجنون؟ لا حبيبي مش مجنون. لا حبيبي، ايه اللي هيخلينا نقول عليك مجنون؟ انت عملت ايه يعني خلينا نقول عليك مجنون؟ مش فاهم. مش عم باني هنا؟ ايوه. يبقى نروح المستشفى، والله ملهاش حل. انا قلت مش هروح مستشفيات. والله جدع. ايه قال ايه؟ قافش مش عايز ينزل. ده عنيد جدا عم باني ده. لا مستشفى ايه يا كريم؟ مستشفيات ايه؟ لا احنا مش هنروح مستشفيات، احنا هنروح البيت عندي نتغدى، ماما عامله لك اكل. لا خلاص هروح المستشفى. لا مستشفى ايه ليه؟ احنا هنروح البيت ناكل. عارف عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان خاطري. العيله كلها عايزه تشوفك وتطمن عليك. عيلة ايه يا سما؟ عيلة ايه في اللي انا فيه ده؟ عيلتي يا حسام، ماما وبابا وخالته مجيده وصلاح. صلاح الملزق؟ حرام عليك والله، صلاح ده عسل جدا. ده انا مره مش فاكر بقول له ايه كده، فبقول له اتدحرج يا عم، قال اتدحرج ايه وانا انبوبه؟ ما سكت زيك برضه، قال لي ايه بنفس عن نفسي شويه. لا اسمعها منه بتفطس من الضحك، ما بعرفش اقولها. لا طالما بتفطس من الضحك يبقى واللذيذ ده جاي يبقى نروح بقى. طالما كده نروح نضحك ويقول لنا كلام لذيذ انا هاجي عشان خاطر صلاح موجود، وبقول لك اهو من دلوقتي انا مش عايز مياصه. حاضر. ما هي دي مياصه. حاضر. مش عارف ليه يا سحر، كل ما بدخل مطبخ بحس كده بالجوع وان نفسيتي مرتاحه. طب ما ده طبيعي يا عم بني. انت شكلك كده بتعرفي تطبخي ونفسك حلو في الطبيخ. انت بتقولي كده يا عم بني كمني شكلي خدامه يعني؟ لعلمك اللي قصادك دي مقاس رجليها 22. مش معقول. معنى كده ان انت خدتي 5 و6 مع بعض. انت بتتريق عليا يا عم بني؟ بس عادي، اتعودت. ما كلكم بتعاملوني وحش، كمني شكلي غلبانه يعني. لا يا بنتي، ما تقوليش على نفسك كده، انت مش غلبانه، انت خدامه، صح ولا لا؟ صح يا عم بني.
وده اللي قاهرني. بس انا مش هسكت. تعالوا اتفضلوا. بصوا بقى الفرحه اول ما يشوفوكوا. بصوا جبت لكم مين. تعالى يا كريم. انت مبسوط ليه؟ تعالى حسام. مساء الخير يا جماعه، لا سلام على طعام، والله ما حد قايم. ما حدش اصلا كان هيقوم، احنا لسه بناكل. مستناني على الغدا. اتفضل يا حبيبي، حماتك بتحبك. الله اعلم بقى، مش عارف. سكاي سما يا حبيبي، والله اسمها سما. صراحه عشان عايز اقول له حسام، بس الافيه بتاع الانبوبه اللي قلته لي ده كنا فين؟ كايرو غاز كلوب. اهو سمعتها منه بقى، جالك كلامي. حلوه حبيبتي ماما. تخيلي حسام. ايه؟ خالته عرفت انك بتعشق البسله. اسالني بقى عملت ايه؟ ايه؟ بسله. ايه المفاجاه؟ مش متوقعه خالص دي. غريبه قوي، غريبه فعلا. تسلم ايدك يا طنط، تسلم ايدك. انت الخير والبركه. انت ايه اللي جابك هنا؟ نعم. انت هتفضلي تلفي وتدوري هتفركي ورايا؟ انا الف وراك انت؟ تعالي لي على الحمام. حمام؟ اخلصي. يا نهار اسود. مش انت حضرتك بقى، هغسل ايدي وجاي. ده لسه خارج من المستشفى حالا. والله حتى الروشتات اهي. انت ايه اللي جابك ورايا وبتهببي ايه هنا؟ عاوزك تنفذ لي طلب انا الاول. اتفضلي غوري على البيت دلوقتي وما نرجع نتكلم. ده انت ناقص تقولي ان في شنطه مرميه تحت الحوض قعد ياخدها وانا ماشيه. ما تستقلش باللي واقفه قدامك. اللي قدامك دي واخده تطعيم جدري والثلاثي من وانا عندي 9 شهور. ما انا واخد تطعيم جدري والسلبة. كل الناس متطعمه في الوقت. ايه الانجاز في اللي بتقوله؟ اعمل زيهم، اعمل زيهم. ما كانش العشم. عشان ايه يا بنتي وانا اعرفك؟ حلو قوي. يعني انت مش عايز تعمل اللي انا عايزاه، صح كده؟ وانا حر، مش هعمل حاجه. خلاص انت حر. سامحني بقى يا استاذ حسام اللي انا هعمله. انا مش هتظلم بقى دنيا واخره. هتعملي ايه؟ ايه يا عسول، في ايه؟ عسول؟ ايه يا خالة مسمى؟ انتوا لسه ما جرحتوش الديك؟ اجرح الديك. هاتوا لما اقطعه. عنك انت يا خالة مسمى. ورك ولا صدر يا حاج عبده؟ صدري يا خد ورك. ورك ولا صدر يا عسول؟ مش لازم، مش لا عايز. انا عارفه ذوقك. عارفه؟ ايه عارفه دي؟ ايه عارفه دي؟ ايه عارفة دي؟ عارف ذوقك. انت حته من الصدر. ما كفايه بقى يا عسول عشان تتعب نفسك قوي النهارده. يا اختي مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يسري يمري يا ست البنات. يمري ايه؟ مطرح ما... ايه يمري دي؟ ايه يمري دي؟ ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا سما؟ ما قلتليش يا حبيبتي، هو انتوا لقيتوا شقه تتجوزوا فيها ولا لسه؟ شقه؟ شقه ده انا عندي فيلا شرحه وبركه. ده انا انبهرت النهارده لما دخلتها. النهارده؟ انا بقول ايه؟ ايوه النهارده انبهر النهارده، لان لو تفتكروا انه النهارده خرج من المستشفى، كان في المستشفى طول الوقت والروشتات اهي، والله العظيم. فيلا؟ طب ده انا ابني اسم الله عليه عنده 3 4 فيلل. عارفه يا خالته، بيت حسام تحفه وجنبنا هنا قريب قوي من ماما. والله ما هو باين عليه تحفه يا بنتي، باين. غبيت الشوربه؟ لا بابا لا. غبيت الشوربه. هاتي لي فنانه قطن من جوه عشان اسيق الترابيزه بسرعه. الترابيزه؟ قوم هات لي بوكسر من عندك. بوكسر ايه؟ عادي يا جماعه. ده ماله ده؟ ماله ده صحيح؟ ماله ده؟ ده ماله ده؟ ده ماله ده؟ ماله ده؟ ده ماله ده؟ ماله ما كانش، والله ما كان كده. ده ماله ده كيمو ده؟ ماله ده؟ هاخده على السيب دول. حسام انت بتتكلم؟ الاطباق دخلها، الصحون تتغسل. ده ماله ده؟ ماله ده؟ ده شارب ايه ده؟ ما خلاص بقى، خلاص بقى. ايه اللي ماله ده؟ ما تسخنوش بقى، خلصنا. ايه اللي ماله ده؟ السلام عليكم. احنا اللي فيه ايه؟ ام السلام. صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ كابتن حسام ازيك؟ اولا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ثانيا دكتور الشركه بلغنا ان انت لما فقت من الغيبوبه ما كنتش في احسن حالاتك. اتمنى ان انت تكون كويس دلوقتي. لا الحمد لله، احنا يعني كنا فين وبقينا فين، الحمد لله. ان شاء الله اتمنى ابقى كويس في اقرب وقت وارجع اطير تاني يعني. ان شاء الله. طيب هو احنا عندنا كام سؤال بس بسيط بخصوص الحادثه، وجاهز نبدا؟ اتفضل. فلنبدأ. إذا لم تنفذ ما طلبناه منك خليه يحبسك. كابتن حسام. ايه؟ نبدا. ما انا قلت قلت دي حقيقه، فنبدا بقى. طب.
طيب هو انت كنت طاير على الطياره الفرنسيه الاي تي ار 72. لونها ابيض سن الفيل. سن فيل لما يخش في رجلك هتموتي مني. بس بقى ما تضايقهاش بقى. انت لو انا مش عارف اسمع. اعيد السؤال تاني؟ لو سمحت، مش عارف اسمع، عيد السؤال تاني. طيب حضرتك كنت طاير على الطياره الفرنسيه الاي تي ار 72 بالظبط. تمام. وقبل الاقلاع اتاكدت ان الطياره ما فيهاش اي مشاكل وجاهزه بدون اي اعطال. هو ده السؤال ده؟ هو اللي ما كانش فيها اعطال كنا زماننا واقفين كلنا الوقفه دي؟ بقول نهدى، بقول هجاوب بالراحه. السؤال معلش مره تانية ايه؟ حضرتك عملت تشيك اب على الطياره؟ عملت كل التشيكس، ومفيش اي اعطال الحمد لله. الوقود تمام، المحركات كانت تمام. هم بقى بس اول ما بداوا يلفوا، لما بداوا يلفوا. مين دول اللي بيلفوا؟ الايه؟ مين اللي بيلفوا؟ المحركات. اول ما بداوا يلفوا خطرت جدا، ويثبتوا بقى، يثبتوا. بس اثبتوا بقى عشان الكابتن يركز. تمام كده؟ بس كده كويس. بالظبط كده، بالظبط. اول بقى ما المحركات ثبتت. انت في حاجه يا كابتن حسام؟ انت كويس؟ ايه؟ انا بس ظهري الفقرات القطنيه الرابعه والخامسه، فبريح ظهري كده. الف سلام عليك، الف سلام عليك. يعني حضرتك عملت التشيك اب كامل؟ انا عملت رنين مغناطيسي، الدكتور قال الرابعه والخامسه، فهي محتاجه بس قربه ميه دافيه. ده ايه يا فندم اللي عملته؟ حضرتك بتقول تشيك اب على ظهري؟ الطياره طبعا. كطياره كانت زي الفل. انا بقول لحضرتك عملت كل التشيكس، انا ما كانش واضح ان قدامي ان في اي مشكله. التقارير هتبين ان شاء الله كده في ايه بالظبط يعني. انا شايف ان مفيش. لا واحنا كمان برضو شايفين. مش قلت بس. كابتن حسام انت كويس؟ كل حضرتك ما افتكر تفاصيل الحادثه بيجي لي اللي هو دوار التحقيق. دوار التحقيق، ايوه اللي هو عدم الاتزان ده. فعلا انا سمعت عن موضوع دوار التحقيق ده. احنا كده تمام. وفي الحقيقه يعني انا متهيألي ما كنتش تقدر تعمل اكتر من اللي انت عملته خالص. وحقيقي انت نموذج رائع لكل الطيارين المدنيين. قول لهم ده نزل بينا في البحر. اقول لمين؟ اقول لمين؟ قول له الجهات اللي حضرتك هترفع لهم التقرير. ما انا كتبت كل حاجه هنا وصدقني ان شاء الله خير. هو في ورقتين هنجيبهم هتمضي عليهم. تمام الحمد لله. يعني تمام. شكرا. هجي لك تاني. اتفضل. مبروك يا كابتن. ده انا هطين عيشه اللي خلفوكم. انا بتعملوا معايا كده؟ ايه عايزين تطلعوني مجنون قدام جهات التحقيق؟ خد بالك كلام. طب انا بتعملوا معايا كده؟ ليه انا عملت لكم ايه؟ انتوا هتجننوني؟ انتوا عايزين انا مش فاهم انتوا عايزين مني ايه؟ بنساعدك عشان تعرف تقول. انتوا من ساعه ما ظهرت وانا حياتي جحيم. انتوا عايزين ايه؟ تنفذ الطلبات اللي احنا طلبناها منك. مش منفذ بقى طلبات. خلاص قاعدين يلا بينا بقى نعيش مع بعض. مش انتوا عايزين طلبات مني؟ ابقوا وروني مين اللي هيعمل لكم حاجه. ما عنديش حاجه اقولها لكم غير ربنا ينتقم منكم بجد. بوظتوا لي حياتي وخربتوا بيتي. خربتوا ايه؟ ده انتوا عايشين في بيتي بعد ما خربتوه. معلش ايه؟ هو انا بشحت منك يا ابني؟ اصل انت بتشكي همك لميتين، مستني ايه؟ ان احنا نتعاطف معاك؟ مستني تغور في داهيه. بقول لك ايه يا عسول، هو انت متاكد ان احنا الوحيدين اللي عايشين معاك في البيت هنا؟ ايه السؤال ده؟ ايوه طبعا انتوا الوحيدين اللي عايشين في البيت. في واحده عدت من قصادي دلوقتي. يا ماما فين يا بنت؟ مفيش حد. هو الباب قفل لوحده؟ وانتوا ارواح وخايفين تفتكر ده ايه؟ ما هي البيوت المهجوره دي بتحوي. يا ساتر يا رب. ايه انا متلبش خلق.
ايه ده؟ ايه ده؟ أنا إصرار؟ طلعت قنته ستو يا ناقص عطله، عايزين نصعد بقى. ايه يا عسول، هي قاعده فوق دماغك؟ الحمد لله على سلامتك يا قمر. الله يسلمك يا حبيبتي. بس انا زعلانه منك يا حبيبي. ليه؟ عشان ما قلتليش انك انت خارج من المستشفى، كنت جيت لك. حبيبتي بقى انت عارفه غصب عني والحادثه وكده بقى. انت جيتي امتى ودخلتي هنا ازاي؟ انا خدت المفتاح من سما، كنت انت يا حبيبي في الغيبوبه. يلا الحمد لله. طب يا دوب بقى، يلا عشان تلحقي تروحي، ده الدنيا هتليل. يلا ايه اروح فين؟ انا لسه جايه، معقوله؟ يلا يا دوب. لا انا هقعد معاك. ليه؟ عشان اساعدك يا حبيبي، اخد بالي منك يعني. قول لها ما تقلقش، احنا هنقعد معاك ونسليك بمعرفتنا. لا طبعا. ليه رافض ليه يا حبيبي؟ لا طبعا، يعني اقصد لا طبعا ما تتعبيش نفسك يا حبيبتي. انا يعني مش بتعب علشانك، مش بتعب. ما انا فاهمك. انا زي القرد اهو قدامك. انا بعدين انا كلها يوم ولا اتنين وهنزل الشغل، اسيبك بقى قاعده لوحدك. مالكش دعوه انت، انا هقعد لوحدي، هستناك يا حبيبي. ترجع تلاقي بيتك عمران، عامله لك اكله حلوه، موضبه كل حاجه. ايه رايك؟ هقعد. قول لي حسام عز الدين. كابتن حسام عز الدين، كابتن حسام عز الدين، أنتك دي طلعت قمر مزة. ايه يا جدو انا؟ الله، نحترم نفسنا. انا غلطت في حقك. لا يا حبيبتي انا اسف، ما اقصدش طبعا. انا بقى اقصد يعني المفروض نحترم نفسنا. الجده جايه تقعد وتاخد بالها مننا. ايوه وتدلع. ايوه وتقول لها كلمتين حلوين. طب نروح بقى. لا انا عايزه انزل اتفرج على فيلم رعب. هو في رعب اكتر من اللي انا فيه ده؟ ممكن. يلا تعالي. يلا حبيبي، فيلم بس يخوف قوي. يلا يرعبني يعني. تعال يا حبيبي. عسوله. احلى حاجه فيكي ايه غير طبعا الجميله والرقيقه؟ وانا يا ابني مش كان عندي تعب؟ ايه في التلفزيون اهم مني؟ ايه في ايه؟ مش كان عندي تحقيق؟ انت ما كلمتنيش تطمن عليا، وبعدين مختفي فين من امبارح؟ اتسحلت شويه في الشغل. انت نسيت ان انا بشتغل ولا ايه؟ في ايه يا حسين؟ انتوا ازاي تدوا لنا اسرار مفتاح البيت ومحدش قال لي ازاي؟ ايه ما جدتك وطلبت المفتاح هنقول لها ايه يعني؟ ايه اللي حصل بس فهمني. فهمك ايه؟ دي جايه وعايزه تقعد. ما تقعد، هتونسك شويه بدل ما انت قاعد لوحدك. انت عارف ان اسرار دي عامله زي ايه؟ يا حسام. ايوه يا أنا. حبيب قلبي انا عايزاك تجيب لي من التلاجة طبق كده فيه شويه زيتون مخلل. مش عارفه نفسي ماعت عليا كده. حاضر يا أنا. زيتون مخلل. زيتون مخلل. ليه زيتون مخلل؟ خلي حامل ولا ايه يا عشاء انت؟ شوف الواد وكلامه. وانا غريب. عارفه مكان الحاجات دي ازاي؟ اتفضلي يا أنا. تسلم ايدك يا روح قلب الأنا حبيبتي. الونس. ايه المشكله؟ ناقص انا ناقص. انت عارف ان اسرار دي عامله زي ايه؟ ايه؟ حسام. انت حبيبتي بتزعلي ليه؟ انا قاعد جنبك. انا صوتي عالي، ما اعرفش انت بتتضايق من صوتي؟ لا يا حبيبتي لا. اصل صوتي عالي مش عايزه ازعلك. لا ربنا يديك الصحة. طيب معلش حبيبي معلش. لا يا حبيبتي خالص. ربنا يخليك. هتفتح التلاجة اوكي، هتلاقي قدامك طبق فيه قوطه. بعديه هتلاقي حته كده، حته زبده فلاحي. هقلي لك بيضتين بقى كده حلوين. سيبه برضه. اللي بعده على طول طبق كده فيه حته جبنه براميلي. هاتالي. عينيا. حاضر. يا روحي. عينيا الاثنين. حسام قول لها تعلي الصوت، انا مش سامعه حاجه. حاضر. ميرسي يا كابتن. ما بكلمكيش انتي. الله، امال بتكلم مين؟ لا ما بكلمكيش انتي، بكلم رمز الجده. الرمز اللي ربت بقى واللي خرجت اجيال. الرمز. انا براميلي من فضلك. لا خالص. ولو عايزه تعلي علي براحتك. ربنا يكرمك. براميلك يا حبيبي. اسم الله عليك وعلى جمالك.
ايه بقى؟ انا عايز اعرف ان اصرار ايه يعني ايه؟ زي عامله زي ايه؟ ان اصرار دي عامله زي ايه؟ يا حسام، نعم. حته جبنه، زيتون مخلل، مفيش عيش، اكله بايه؟ حبيبتي انا كنت هناك. هتفتح الفريزر هتلاقي كيس كده فيه عيش بلدي. هات لي رغيفين وعلى البوتاجاز كده وقمر. عينيا. يلا حبيبي. حسام، اعمل معاك فنجان قهوه وهاته، هموت اشم بن. دوقوا شويه من اللي بتعملوه فينا. طب ما نقلب. بقول لك بحب الكوميدي. ما هو غريب قوي ما شفتش انت هتقعد كتير عندنا هنا. اتفضلي يا أنا. شكرا يا حبيبي. والله هو شفتي بيحبك. عارفه حسام عامل زي ايه؟ كريم تعالى عايزك. عن اذنك يا أنا، عن اذنك. اتفضل اتفضل. شفتي جاب لها كل حاجه وما عمليش فنجان القهوه. ايه ده؟ هو اللي بيحصل ده عادي؟ والله سكر. يا ابني وانت معايا ولا ضدي؟ ما انا عايز افهمك برضو. دي اللي جايه تساعدني؟ انا مش فاهم. هو انا اذيت حد وانا صغير مثلا ولا حاجه بتترد لي؟ يعني انا مش كفايه عليا الارواح، جاي لي كمان ان اصرار؟ انت لسه ارواح ومكمل في التخريف ده؟ تخريف ايه يا ابني؟ انت مش مصدقني؟ مش قلت لي انا مصدقك وهتساعدني؟ ايوه قلت هساعدك وانا واجب ان انا اساعدك عشان انت صاحبي حتى لو مش مصدقك. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ الارواح دي مش هتمشي الا لو انا نفذت لها طلباتها، فيا الارواح تمشي ان اصرار تمشي. ان اصرار تمشي؟ والله انت ظالم الست دي. انت عارف ان اصرار دي عامله زي ايه؟ يا حسام، تعال كريم بسرعه. ايه ده؟ انت رايح تصلي الجمعه ولا ايه؟ نزل اصلي الجمعه بالليل. امال ايه ده؟ تعال، عايزك تشيل الكرسي ده معايا نوديه الناحيه التانيه. ليه نعمل كده ليه؟ يا ابني عشان الزار. زار؟ هي جابت كده؟ بس حلوه فكره الزار دي. الناس اللي هيعملوا الزار جم. استنى. ايه ده؟ دول شرموفرز. شرموفرز؟ هو انتوا بتوع الزار؟ ايوه. اتاري بقى ايزي ماما مي ايه دي تعويذه واحنا كنا فاكرينها اغاني. ايزي ماما لا انت هتبدا دلوقتي ولا ايه؟ استنى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. استنى احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا 6 ارواح مطلعين عين اهل. هما هنا؟ لا. هنا؟ لا برضو. هما 6 مش كده؟ يا عور، ما انا لسه قايل لك انهم 6. انت هتعمل ناصح يعني؟ طب بلبسهم هتفرق معاك ايه؟ هو انت خالتهم؟ انت خايف تطلعهم ملط في الشارع يعني؟ ارجوك ساعدني. ارجوك ساعدني انت، انا جايبك تساعدني. مش فاهم، انتوا جايين ترشوا ولا انتوا جايين تطلعوا العفاريت؟ ايزي ماما هو انت مش حافظ غيرها؟ مش ما كنا شغلناها من على اليوتيوب وخلاص. شرموفرز. هاي. هاي. ودي معاهم؟ انت حلك الزنبهولة. زنبهولة؟ زنبهولة مين؟
فاخر من الدرجة الأولى، من الآخر فاخر بيقول لك ما تحضر يلا يا زنبهولة، اجلب الحبيب وارد المطلقة، لو ملك الجن عاملين شراكة، بتكلم لغة وبكل طلاقة، لو عايز اطبخ لك المبطبخ. مسكوا فيا ليه دماغي متثبتة، أرواح جنبي لازقة ومثبتة، قلبوا الربيع خريف صيفي بقى شتا، أفكاري جوه مخي متشتتة. حضروا حضروا بخروا ولعوا بالو سانتو، عدي يجيب لنا قدروا وواحدة من إكساتو. حضروا حضروا بخروا ولعوا بالو سانتو، الأرواح دول قدروا زهقوا في حياته. مربوط يعني الولا واحنا بنفك التكتيفة، كلنا نفك العمال واسيادنا حضروا التشريفة. زنبهولة جه زنبهولة راح، زنبهولة قال جاي ولا جاشي، حضروا له ايه حضروا له حضروا له منبر ومحاشي. زنبهولة جه زنبهولة راح، 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 زنبهولة جه. بوليس. متشكرين جدا يا فندم، تعبنا حضرتك، شكرا. يا ريت اللي حصل ده ما يتكررش تاني يا كابتن حسام. والله يا فندم حضرتك لو كنت اديت لنا 5 دقايق بس، زنبهولة كان جه وكان كل المولد ده اتفض. زنبهولة ايه؟ زنبهولة زنبهولة قال جاي ولا جاشي، مش مشكلتنا احنا، هنعمل ايه؟ وانا لسه قايل لحضرتك ايه؟ دي الحالة صعبة قوي. انت لا عرسان بقى. فعلا؟ انا هتنازل مخصوص عشان خطيبتك قالت لي ان بكره فرحكم، غير كده انا ما كنتش نازلت ابدا بسبب الازعاج الفظيع اللي حضرتك عملته امبارح. فرح مين يا بكره؟ فرحك انت يا عريس. عايزه اقول لحضرتك، عارفه يعني ايه اصلا زنبهولة؟ زنبهولة يعني حنه بالجنوب افريقي. فعلا؟ في جوهانسبرج بيقولوا كده. احنا بصي حتى بصي لابس ايه؟ هو كنا لسه هنغير ونلبس دمياطي ونخش بالبمبوطيه في شرقي بقى في مغربي. على العموم الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، شكرا شكرا. حضرتك ناقص امضتك بس على سوري نسيت. اتفضل قدامي يا كابتن حسام يا عز الدين. مشرفني يا محترم. هو في ايه؟ مش عارف، هنعرف. يا فضحتك يا سما يا عبد الباري. كابتن حسام عز الدين الطيار خطيبي بقى رد سكون. مين كان يصدق؟ كابتن حسام عز الدين خطيبي الطيار المحترم بقى رد سجون. قالتها قبل كده. حسام انت فاهم يعني ايه بقت رد سجون؟ يعني اسمك بقى على قوائم منع السفر وترقب الوصول. دخلنا في ديلما مش نعرف نخرج منها. ليه يا حسام؟ ليه يا حسام؟ طب بس انا عايز اوضح لك حاجه بس. هو ده محضر ازعاج عادي وانا والست اتصالحنا. وبعدين يا جماعه الطيار ايه يا جماعه اللي اتمنع من السفر؟ حسام انت ناقصك ايه؟ ناقصك ايه علشان اجي اخدك من الاسم في نصاص الليالي ملفوف بعبايه؟ اخس. يا الف اخس. بصراحه بقى حسام سامع معاها حق بصراحه، يعني خلينا نخلص من القرف. ايه يا حسام؟ الموضوع زاد عن حده قوي يا حسام. يا جماعه والله العظيم انا نفسي يبقى كفايه. قولوا لي بس اعملها ازاي؟ تاني حسام انت عايز توصل لايه بالظبط؟ خلاص يا سما، لا اصل انا مش قادره استحمل كل ده بصراحه. خلاص يعني نفسي في حياه مستقره. انا نفسي في هدوء تام. خلاص يعني خلاص حسام بقى زي الفل، خلاص الموضوع ده خلص خالص، مش هنتكلم فيه تاني، عايزين ننام. يا جماعه خلص ازاي خلص؟ يا جماعه الارواح دي انا ما بعرفش انام من كتر ما هم حواليا وصوتهم. اعملها ازاي؟ قولوا لي اعملها ازاي؟ طب بص يا حسام انا بجد مش قادره اشوفك في الموقف ده تاني، ولا قادره اسمع اي حاجه عن موضوع الارواح ده. بجد تعبت يا جماعه. ماشي يا سما، تمام خلاص اعتبري موضوع الارواح ده كأن لم يكن. تمام. ايوه كده. بجد؟ وعد يعني؟ وعد. بس انا بقى ليه عتاب عندك؟ خير. انا عايزه افهم ازاي تجيب شرموفرز وما تقوليش. هو انت مش عارف يعني ان انا بعشق اخر 5 سم في بنطلوني مبلولين؟ بعشقها.
يا سما ايه اخر 5 سم في البنطلون؟ ايزي ماني دي عادي يعني. حلو. معلش يا حسام. ماشي يا سما. انا فعلا رجعت نفسي دلوقتي حالا اهو، اكتشفت ان موضوع الارواح ايه الهبل اللي انا كنت بقوله ده؟ ارواح ايه وكلام فارغ ايه؟ ده محض هراء، ده في خيالي انا بس. طبعا قولا واحدا مفيش ارواح. طبعا اصل اقول لك على حاجه، انت عارفين اكتر حاجه صعبانه عليا ايه؟ ايه؟ انكم كنتوا يعني تبقوا شايفيني مجنون بشوف حاجات مش حقيقيه. لا قول له يا كريم صراحه احنا قلنا ان هي نعمت شويه بس عادي، والله العظيم عادي، دي كلها اوهام في دماغك انت. كلنا بيحصل لنا على فكره ساعات دروبات. انا خدي بالك انا قايم من حادثه. ايوه ما انا بقول لك يعني اكيد هتجيب لك شويه خرف بس عادي الحمد لله فتره اقول لك على حاجه، بكره الصبح يا سما في حسام وسما جداد. والله العظيم انا بجد حاسه ان هي فتره وعدت. هنرجع حسام وسما بتوع زمان. وحشتني. يلا بقى يلا بقى. انا كل ما بفتكر انها كان بيتهيألي ان في ارواح. انا عايزه اقول لك ده اي كلام بس انا قلت استنى عليك شويه. انا بقى دلوقتي وانا بفتكرها بضحك. طمني. عامل ايه النهارده؟ لا يا لهوي ده احنا كنا فين وبقينا فين؟ النهارده ما شفتش بقى ارواح خالص. الحمد لله. مفيش حاجه بقى، لا ايهاب بيترقص بقى هي اللي جنبي، طبخه ولا باكينام تسالني هي طبخه ولا عاطف بقى بيضحك ولا ناس في الجنينه، مفيش حاجه من دي خالص. كان كابوس. يا لهوي والله كان كابوس. غمه دي كانت غمه دي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. انا بس عايزه اقول لك على حاجه، بس قلقانه منك بصراحه. بقيتي بتشوفي ارواح؟ وانا هبله يعني. لا ايه هبله دي يا سما؟ ما تلمي نفسك يا سما. لا مش بشوف ارواح، انا بس عندي ميتنج شغل النهارده الساعه 8. طب ده خبر حلو. ايه يا سما متضايقه ليه؟ ده احنا هنموت وتغوري يعني تتلهي، يعني اقصد تتثبتي بقى في شغلان. ايوه بس انا ما جيتلكش بقى في الكلام. ايه؟ صلاح هو اللي جايب لي الشغل وهيوصلني. اوبا ابن خالتها اللي عينه منها. صلاح ابن خالتك اللي زي اخوكي؟ ايوه. تاني يا سما تاني، ما انا قايل لك ان انا ما بطيقش الواد ده. اديها في العالي، انت بتحب كده. لا بصي لي هنا بكلمك. ما هو صلاح علاقاته كتير وهو اللي هيعرف يزقني في الشغل. بعد غوري يا ستي علاقاته دي. لا خليك رومانسي معاها. حسام بصراحه يعني هو انت بتثق فيا ولا لا؟ لا مش قصه ثقه يعني، بس انت لو هتروحي مع الزفت ده يبقى رجل على رجلك. ماشي. حفله فاروق شيحه الساعه 9 او روحي. ده ابن خالتك وجاي ياخدك من قدام باب البيت يرجعك قدام باب البيت. الراجل مشكورا هيعمل كده، يبقى بقى نشكره ولا نقعد كل شويه نقطم فيه؟ والله العظيم افتكرت ان انت هتزعلي وتقولي بقى روحي عند امك البيت وما تجيش هنا تاني بحبك. تستوستيرونك صدعني. يا كريم خلاص داخل عليك اهو. انت وصلت؟ ده وقت عتاب واسئله، بقول لك دقيقه وهبقى قدامك. خلاص شفتك. ايه يا حسين؟ ايه؟ الحفله طلع مستواها عالي قوي، انت عارف كده؟ ايوه طبعا. فين المشكله؟ اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دول البنات اللي هيدخلوا معانا الحفله. بنات ايه؟ الكابلز. دول اللي هيخشوا بينا الحفله؟ وطي صوتك. انت بقى انت هبل؟ وطي صوتك. الكابلز اعمل ايه؟ ما انت ما عرفتنيش، انت قلت لي حفله دوري مظاليم نادي درجه تانية، الراجل اسمه شيحه اساسا، فالبريف ده دول اعلى منه. انا افتكرت ان انا موجب معاك، اعرف منين الحفله ايه كلاس؟ انت بتهزر يا كريم؟ ما انا قايل لك كل حاجه وحكي لك كل حاجه بالظبط. اهو ايه؟ زي ما ايهاب بيقول لك. ايهاب مين وانا ايهاب ده بسمعه ولا بشوفه؟ يعني ايه علاقه مستوى النادي بالبنات؟ انا لو قلت لك فريق بيراميدز هتلبسهم فراعنه؟ ده منطق؟ طب اتصرف ازاي؟ تمشيهم. ايه اللي تعمل ايه؟ تمشيهم ونخش احنا الحفله. مش هينفع، انت فاكر انا ما حاولتش يعني؟ وبعدين هم خلاص اول ما شافوا الحفله شبطوا، واحنا مش هنعرف ندخل من غيرهم كابلز. اهو شفت. ثواني بس. دلوقتي انا حفظتهم هيعملوا ايه بالظبط؟ هيعملوا المساعدين بتوعك كمدير كرة عالمي. يا بذمتك دول مساعدين مدير كرة عالمي؟ يا حبيبي انت شفت مساعدين جوارديولا؟ ما يمكن يبقوا عاملين كده، احنا نعرف منين؟ ما تقلقش انا حفظتهم، انا نفسي تهدى وتسيب لي نفسك بقى دلوقتي. يلا يا بنات وروله. تحب هنا ولا لما ندخل جوه؟ ايه هو اللي يوروني هنا ولا جوه؟ ما مالكش دعوه بالاداء، هي هم حافظين هيعملوا ايه. قولوا له لا هنا. Hi dear Santa, I am Lucy وهير is
نورهان. هي شويه تظبيط في الجرامر هتبقى تمام والله. انت شايف ان احنا اكبر مشاكلنا الجرامر؟ هو جوه الجرامر هيتوه في المزيكا، ما حدش هيسمع حاجه، ما تقلقش. كونتينيوس. كونتينيوس. احنا الاستانت بتوع الاستاذ المتخصصين في صيد اللعيب. صيد اللعيبه ازاي؟ من خلال مصيدة التسلل. والله روحها حلوه. كابتن حسام انا كده هفضل روح للابد صح؟ كونتينيوس؟ كونتينيوس. انت هتفضلي كونتينيوس من الموبايل؟ انت معاك شاحن للكلام ده؟ الموبايلات دي لو فصلت جوه احنا اتفلقنا. حبيبي اهدى خالص، انا نفسي تهدى، انا نفسي تهدى. كريم فكرني يعني اذا اليوم ده عدى على خير نسلمهم بنفسنا للاسم. حاضر. اكرم لنا. لو ده هيريحك كونتينيوس. كونتينيوس. يلا. استر. مش عايزين نلفت النظر لينا بقى خالص. ما تقلقش، العبايتين اللي معانا هيقوموا باللازم. تبع دول يا جابر ها؟ ازيك يا جابر؟ مين حضرتك؟ احنا كريم وحسام. ايه؟ كريم وحسام ومعانا الكابلز. اتفضلوا. ما قلت معايا. يا دي النيلة السوداء. في ايه؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ في ايه؟ ايه اللي جاب سما وصلاح هنا؟ سما ترصصيني يا سما؟ دي مفهماني انها رايحه معاه انترفيو. لا رايح فين؟ مش وقته خالص الكلام ده. احنا جايين لحاجه محدده، مش عايزين نغلوش على الدنيا. قول له يا كريم، قول له عشان بيزعل، قول له انه اتقرطص خلاص واللي حصل، خليها بقى نشوف اللي احنا جايين عشانه. طب اقول لك ربنا ياخدك، ما هو حصل خلاص. شكلك اهدى يا كريم. بقول لك ايه، صلاح شكله يعرف فاروق شيحه كويس قوي. اي نوش هنعمله هنتكشف والخطه كلها هتبوظ، والبنات دي مش هعرف اجيبهم تاني لعلمك. معاك حق. خلينا نخلص الشغلانه اللي احنا جايين علشانها، وانت يا سما حسابك معايا بعدين. الله، طب وحساب انا ونورهان مع مين ان شاء الله؟ احنا في ليفل وحش قوي. ايه جرايه بنات؟ هو حسام هياكل حق حد ولا ايه؟ خلصوا بس اللي احنا متفقين عليه وهو عينيه ليك وما تقلقوش. انا هبط وانا هسرق من جوه. اكيد الكانتين هنا فيه تشيكن لهاليبو. تشيكن ولا هاليبو؟ ده اصلا كانتين ده عادي. خلاص روحوا بالالف هنا، الف هنا، روحوا دوروا عليه. اسالوا اي حد عليه ولا ما تسالوش بلاش. سيبك منهم وسدوا جوعهم واحنا نركز في اللي احنا فيه. حلو يا صلاح، حلو. سما، تعرفيش غلاوه صلاح عندي قد ايه؟ عشان كده شرف لينا ان انت تنضمي لمجموعه الشركات بتاعتنا. هنعمل انترفيو بسيط في المكتب عندي، الوقت اللي يناسبك. انا بفتكرها. ان شاء الله. حلو. هو ايه اللي ده؟ النكته. اوكي. اكسكيوز مي، هاف ا نايس تايم. صلاح اتبسط. حبيبي. اتفضل. الراجل عدى العيب اهو. قلبه وشك ليه بقى؟ عشان انا حاسه ان انا عامله يا صلاح. ليه بس؟ كده انا مش متعوده ان انا اكدب على حسام. وانت جذبت عليه فين يا سكار؟ انا قايله له ان انا رايحه شركه مش حفله زي دي. هو مش طنط وانكل عارفين احنا فين؟ خلاص بقى فكي. لا انا عايزه اروح دلوقتي. طب استني بس نظبط موضوع الشغل وبعد كده نروح، ماشي؟ ماشي بس بسرعه بقى. تعالي ناخد راوند يلا. افردي وشك. غلط اللي احنا فيه ده، غلط. بلا انا غلط كده بلا بتاع. كدابه. مش فاهم انا متشعلقه لي في حسام ده ليه؟ عشان خطيبي. خطيبك؟ ماشي يا سما. انا لولا خايف ابوظ الطلب الزفت بتاعك كنت رحت جبتها من شعرها وقتلت اللي اسمه صلاح ده. عشان يجي لك روح ويبقى طلبه بقى انه يتجوز خطيبتك. ها؟ هو انت بتقول ايه؟ ايه؟ وايه اللي موقفك معانا هنا؟ ما تروح تشوف المصيبتين اللي معانا دول، ولو جايين نبهنا، احنا مش ناقصين فضايح. انت بتزعل انا؟ ما تزعلها هي. يا ذكر. قرب. ايهاب مشي؟ غار. فاروق شيحه واقف لوحده. ماشي. حافظ هتعمل ايه؟ ها؟ كله تمام. مش عايزين لخبطه. كله فل.
يلا انت بس. ايه ده؟ كابتن حسام عز الدين؟ مين؟ انا كريم يا كابتن، مش فاكرني؟ كنت ماسك الاوتيل اللي حضرتك عسكرت فيه مع فريق مانشستر سيتي. بالاماره كان معاكم اللعيب بتاع السيتي ده الطويل ابو شعر اصفر ده. هالاند. معرفش اسمه بالظبط بس عارف حضرتك كويس يا كابتن حسام يا عز الدين. دربت فرق كتير قوي، معسكرات، اوتيلات، هفتكر ايه ولا ايه؟ الحريم جايين، الحريم جايين. حريم مين؟ حريم كريم. مستر حسام، مستر حسام، جالك ايميل، خد رد. رد انت بقى. اقريه ايميل اقريه. دير سانتا. اسمه حسام. هو انت ايه علاقتك بسانتا؟ سانتا بس. كونتينيوس. دير حسام، ايام ريال مدريد، بليز كام ناو. ان شاء الله عليك عروض 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 عروض. تقريبا مش حضرتك كنت بتدرب فريق في الدوري الالماني؟ جيرمان شيبر. سبته ليه يا كابتن حسام؟ عضوا الايد اللي دربتهم يا سيدي، فسبتهم بقى. خدت 21 حقنه وسبتهم، يعني مسكت بقى مانشستر سيتي. ما خلصناش من مانشستر سيتيزن، جالك عرض الريال. انا في عرض الريال، مشيهم كده. طب امشوا انتوا خلاص. اسم الله عليك. ايه يا كابتن حسام؟ ايه يا كابتن حسام؟ حضرتك في مصر لسبب معين؟ بقالي فتره كده. انا تحديدا جاي الحفله دي علشان سمعت ان في نادي في دوري المظاليم. النادي ده انا لو مسكته هاخده واطلع بيه كاس العالم للانديه في ظرف اسبوعين. اسبوعين كتير. في ظرف اسبوع. لا، ما انا مش هعرف اعملها في اقل من كده. المهم انت بس السر ده خليه بينا. السر؟ انت جاي تستغرب قدامه. انا مبسوط ان انا شفتك يا كابتن حسام. انا اكتر. حقيقي مبسوط وفخور ان انا قابلتك. شكرا جدا. فضل. شكرا يا كابتن. عن اذنك يا كابتن. عن اذنك. ايه النظام؟ مفيش حاجه، ما تهزلوش شعره حتى. عشان اقرع. تراهني هينده دلوقتي؟ ولا هينده ولا زفت. لو سمحت. ايه ده؟ انا قايل ايه؟ اسبله بقى 5 دقايق، الصنف ده يتزبل يجي. ماشي. انت يلا. يلا؟ هو شايفك ولا ايه؟ ما تستعبطش، بيكلمك انت. انت يلا. تعالى. اهو انا. تعالى. انا جيت اهو حضرتك، انت بتركني. انت مين يلا ودخلت هنا ازاي؟ يلا. مش حضرتك برضو فاروق بيه شيحه؟ انا فاروق شيحه، صاحب الفيلا واللي عامل الحفله دي. ايه الجديد؟ الجديد حسام عز الدين. ايه؟ حسام عز الدين. ما قلتليش دخلت هنا ازاي؟ دخلت مع لوجي ونورهان. وحياة امك؟ حياة امي دخلت مع لوجي ونورهان. هضحك عليك ليه يعني؟ مع مين؟ لوجي ونورهان. يا عم ايه ليه؟ ما انت كنت بتضحك دلوقتي ليه؟ لا انا بصراحه انا دخلت مع صلاح. وايه اللي جاب حسام هنا؟ حسام مين؟ حسام خطيبك يا هانم. هو ده انترفيو الشغل المهم؟ دكر يلا اديها فوق دماغها. اقسم بالله العظيم اول ما كنت هخرج من هنا كنت هكلمك. انا اصلا ما اعرفش ان انا جايه حفله، انا فاكره ان انا جايه شركه فعلا زي ما قلت لك. انا مش كدابه، اسال صلاح. انا عماله اقول له انا حاسه ان انا كدابه وان انا حاسه بالذنب، وكنت هكلمك واقول لك انا مش متعوده اكدب عليك. خلصتي؟ اه. سما ممكن تسيبيني مع صلاح دقيقتين؟ حاضر، بس والله العظيم صلاح ده نيته كويسه. سما ممكن تسيبيني انا وصلاح دقيقتين قلت؟ حاضر. ارجع بقى. طب بس ما تتخانقوش عشان هو فعلا والله كان جاي. حاضر. خلاص يا حسام، صلاح برضه ابن خالتها. امال انا ايه اللي مطمني غير انها مع صلاح؟ ايه ده؟ بعدين ابن خالتها دي، صلاح ده اخويا اللي هياخد باله منها يمكن زي وجودي واكتر. ده انت وقعت من نظري وقعه اوسخ من وقعه الطياره. انا مبسوط جدا، مبسوط ان اكتر 2 صحابي بقوا صحاب. صلاح شكرا بجد، مش عارف اقول لك ايه غير ان شكرا انك جيت معانا. لا ما تشكرنيش، سما دي اختي. سما؟ انت عايزني ازعل ولا ايه؟ ايه سما دي؟ اسمها سكاي. لا 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 يا عم اولى انا، بلاش اللي انت بتعمله في نفسك ده. خير. صراحة انت عارف ان انا بعزك قد ايه؟ عارف ان انا بعزك ولا لا؟ لا. اعرف انا بعزك جدا. طب اقول لك على حاجة، انا ما خطبتش سما غير لما سألته وعرفت ان انت ابن خالتها. ايه رأيك؟ ما تخش في الموضوع على طول يا حسام.
عايز ايه؟ فاروق شيحة. ماله؟ عايزك تقدمني ليه. الفيلم الهندي ده كله عشان اعرفك على فاروق؟ اصلا بفكر اعمل كارير شيفت. والله خير ما عملت، بس اختار المره دي بقى حاجه بتعرف تعملها. تك وماله تك، انت اخويا الكبير وبيربيني ما فيهاش حاجه. انت بس لو قدمتني لفاروق بيه على ان انا مدرب كوره تبقى عملت فيا جميل عمري ما هنساهولك. بس كده عينيا. انا طول عمري اقول صلاح في 3 كلمات: شهم، جدع، صاحب صاحب. احب اعرفك حسام عز الدين، خطيب سما، كابتن طيار. يا مهزأ. ما تهزرش بقى صلح بقى، يعني ابن خالد خطيبتي ومش عارف ان انا مدرب كوره. والله كابتن طيار. قصده كابتن طياري، يعني انا من النوع اللي خلص التمرين اروح طياره. حسام ما كانش فيه داعي للفيلم الهندي اللي انت عملته عشان تخش الحفله. من النهارده يا سيدي انت مدعو لكل حفلاتي، وده بس عشان خاطر عيون صلاح. صلاح قول له النكته اللي انا بحبها بس مش في وجودي، انا بموت منها. هاف ا نايس تايم. لا ما باظتش يا فاروق بيه، والله العظيم هو كان خريج تربيه رياضيه قبل ما. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ معقولة أنا أكدب عشان خاطرك أنت؟ فاكرني بقى هيدخل عليا الشويتين اللي عملتهم هناك دول تعيش وتاخد غيرها يا كابتن؟ صح، أنا عندي مشوار مهم ولازم أروح، فوصل سكاي بقى في طريقك. سلام. طب اسمها سما بقى على فكره. حسام ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بس يا سما، فانا كنت موجود في فيلا فاروق شيحة عشان انفذ طلب اول روح من الارواح. تاني بنرجع تاني، مش هنطلع خطوه لقدام ابدا يا حسام. حسام انت ناقصك ايه؟ طب بقول لكم ايه، قوموا معايا. احنا ولا الارواح؟ يا حبيبي انتوا، يا حبيبي. ما انا مش بقتش فاهم والله، انا اتجننت. يا حبيبي امشوا معايا للاخر. طيب عشان الارواح امشوا معايا للاخر عشان اثبت لكم. انا ينفع ما اقفش؟ انا وانا قاعد شوف انت عايز ايه اعمله لك اهو. يلا ماشي. يلا بينا. ماشي. انا هثبت لكم دلوقتي ان الارواح دي موجوده. انا هديكي ظهري وانت اعملي اي حركه، وانا هقول لك انت عملتي ايه وانا مديكي ظهري. وانا ايه اللي يثبت لي بقى؟ انا بثبت لك اهو، هثبت لك اكتر من كده ايه؟ ما خليك ورا المجنون. انا هلف وانت اعملي اي حركه وانا هقول لك انت عملتي ايه من غير ما اشوف. اتفقنا؟ اتفقنا يا حسام. يلا. طب اهو رفعت ايديها الشمال، قصدي رفعت ايديها اليمين. لا احنا هنستظرف. ما بتعرفش ايدها اليمين من ايدها الشمال، دي مش عارفه حاجه دي خالص. ماشي يا باكينام، بقول لك ايه، معلش هنعيد تاني، بس باكينام معانا بدل سحر. باكينام وسحر؟ دول روح بقى ولا روح قلبك ولا ايه؟ لان انا محتاجه اقعد بقى اتكلم في الموضوع ده. تتكلمي في ايه؟ انت بتغيري، ده بيكلم ارواح، احنا في ليفل اوحش بكتير. اعملي حركه صعبه خليه يثبت لك ويثبت لي معاكي. ماشي يا حسام. يلا اعملي له الحركه دي. اهو بص مايكل جاكسون حركه الكتاب دي اهي. هي ليه بترقص وبقها مفتوح ولا تقفل بقها؟ ترقصي وانت فاتحه بقك ليه؟ قعدتي ليه؟ قومي. مكشره، قامت مذهوله اكتر. قامت. اتفضلي اقعدي. بتلطم وهي بتقعد. وما تلطميش. مش عارفه ليه كده، مالها دي؟ انت مبهر. انت انا هفكر في رقم من 1 ل6 وقول لي عليه. يلا. فكرت؟ 4. صح. فكر في رقم تاني. ليه؟ قول رقم تاني ليه؟ ما انا قلته صح. احتياطي. انا كنت برزع والله، انا مش عارف جت كده ازاي. تاخدي بقى التقيله. اديني التقيله. قومي اقفي. وليه؟ بس بالراحه بقى. يلا نولع التلفزيون. يلا نرعش النور. الله. يلا نفوق سما. ايه يا حبيبتي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. بجد؟ الحمد لله. انا اترعبت عليكي والله لما اغمى عليكي. ما هو بس الموضوع يعني كبير قوي عليا بصراحه. معلش انا عارف والله ان اللي انا بقوله ده عبث، بس ابقى اعمل ايه؟ ما هي دي الحقيقه. هنعمل ايه بقى؟ انا لازم اخلص من طلبات الارواح دي علشان يغوروا في 60 داهيه وفوق بقى. وايهاب ده اول طلب اللي هو بتاع فاروق شيحة اخلص منه، والارواح هتتوالى ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. انا معاك بقى في اي حاجه. وانا معاك يا صاحبي، دايسين في اي حاجه. حبيبتي ربنا يخليكي وما تحرمش منك. وبالنسبه للي انا قلته ايه، حتى كانت جملتي اطول منها. ولا يحرمني منك يا حبيبي. ولا منك يا روحي. يا باشا هو انا روح مش شايفني؟ ما تخلص بقى يا عم النحنوح، هنفضل طول اليوم نثبت في السنيوره. يا حسام. ايوه يا انا اسرار. على السلامه.
مع السلامه. فاروق حسام، بيه، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طمني عليك. كويس؟ كله حلو. اخبار سما؟ تمام. بيت النور؟ فل. فاروق بيه معلش انا عايزك تستحملني في الحبه اللي جايين دول عشان هم كليشيه ومهروسين في كل الافلام. خير يا حسام، وغشتني. ايوه انت كده بدات تلقط. فاروق بيه ده الفايل اللي فيه الورق اللي هيوديك في 60 داهيه. بس ان في كوبايه ميه جنبك. ايوه فك الكرافته. طلباتك. انت وصلت للورق ده ازاي؟ فاكر لما قلت لك عشان لما الخزنه تبقى تتسرق ما تبقاش تزعل وانت افتكرتني بهزر؟ ايوه يا حسام، بس انت قلت العمر هو اللي هيتسرق مش الخزنه. انا قلت الخزنه وانت عشان مغفل سمعتها العمر. طيب يا حسام، انا ممكن اكتب لك شيك على بياض وتحط فيه الرقم اللي انت عايزه. طلباتك. فريق كفر معاني يكسب فريق شيحه الماتش اللي جاي. ايوه بس من غير بس. حسام، سمعتي، مكانتي، مركزي في وسط اللعيبه. انا ما يرضينيش ان انا احرجك قدام لعيبه. عشان كده انت هتفتح درج مكتبك هتطلع منه عقد تعيين مدير فني بشرط جزائي 100 مليون جنيه عشان اضمن انك ما تلعبش معايا. حسام انت انا اتفضل يا حسام. امضي. طبعا مش محتاج اقول لك ان الورق ده في منه نسخ كتيره مع كذا حد، ولو ما خرجتش خلال نص ساعه الناس دي هتبقى عند البوليس بتبلغ. مبروك علينا يا فاروق بيه. حسام، لا اقدر اقوله لك ان انت كسبت الجوله الاولى، لكن في بينا جولات تانية كتير قوي. اتفضل. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ انت بلغت عليا؟ الله يرحمك يا ستي. ايه كانت هبله برضه؟ لا كدابه، دي كاتبه 38 سنه على الحيطه. كده قصدها 83 بس حطوها غلط. مدام ابتهال منتهبه خالص كده؟ كنتوا فين يا بني ادمين لما كنا ادميين؟ مين اللي قالها دي؟ شاكر الطويل. شاكر الطويل الملتهب. دم بهيجه ملتهبه خالص. ايه حبيبي، اتأخرت عليا، نسيت عيد ميلادي ولا ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. احنا ايه اللي وصلنا القطر؟ ليه التصعيد ده؟ لا ما هو انت هتيجي تسوق القطر بقى، مش انت السواق؟ يلا حبيبي تعالى سوق القطر، يلا يا رب القطر ده ما يبقاش حقيقي ويدوسني واخلص. بعد الشر. يلا يا ولاد، يا بنات يا بنات. يلا يا استاذ حسام. يلا حالا بالا بالا حيوا ابو الفساد هيكون عيد ميلاده الليله اسعاد الاعياد فليحيى ابو الفساد.
الحمد لله الحمد لله انا نفخت. اللهم لك الحمد والشكر. انت طيبه يا انت حبيبتي. طيب يا حبيبي. بقيت بعرف انفخ، العلاج جاب نتيجة. ألف مبروك يا عم باني. أنا مش قلت لك اصبر، أكيد هيبقى ليك ميزة. يلا هسيبك تحتفلي بقى مع صحباتك، وانا هطلع بقى اريح شويه، انا مش شايف قدامي وعندي حاجات بكره الصبح. ماشي؟ ماشي. طيب وهستأذنك بس يعني لو هتحتفلوا مزيكا وكده وطوا الصوت عشان انام يعني. حاضر يا حبيبي. يلا انجوي. يلا بالسلامة بالسلامة. احنا هنغني بس بصوت واطي. يلا ايه يا ستو انا ستو انا ايه يا ستو انا ستو انا قلبي برتقان بسرة ملكك وانتي حرة تعصري عصير. ايه يا ستو انا بتعملي معايا كده ليه يا ستو انا؟ كابتن حسام. اي كابتن حسام، لو تكرمت يا كابتن، نائب رئيس النادي عايز حضرتك في مكتبه حالا. حاضر. اتفضل يا كابتن. ماشي. عايز ايه ده؟ بقول لك ايه، ليك عندي مفاجأة كده، يا رب تعجبك. مفاجأة ايه؟ بعدين ما تقول يا ابني مفاجأة ايه؟ ورحمة عمراني ما ينفع بعدين بقى، خلاص بعدين. ادخل. صباح الخير على الراجل اللي هيبدأ عهد جديد من الإنجازات. قالوا لي إن حضرتك عايزني، مش عارفة إيه ده؟ صلاح؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ جاي لصاحبك؟ خلاص اتقبض عليه. إيه قالوا لي النائب رئيس النادي عايزني، هو فين؟ انا نائب رئيس النادي. المفاجأة اللي كنت قلت لك عليها تحت. بجد والله؟ والله. طيب استأذن انا. استنى عايزة. اقعد. عارف يا حسام، عايز اقول لك على حاجه كده. لا مش عايز اعرف انا. وانا صغير غبي ده قابلني راجل كبير قال لي حكمه عمري ما انساها. عارف قال لي ايه؟ يا ابني ما قلت لك مش عايز اعرف. غبي يا عم. قال لي لما ربنا يكرمك وتكبر وحسام يشتغل تحت دراعك ما تنساش تبقى تدوس عليه. بجد والله قال لك كده؟ وانا اللي ظلمتك؟ كنت فاكر الجحود ده منك انت، طلع الراجل الشايب العايب ولا قال لك؟ انا لو عليا ارفدك دلوقتي حالا. بس فاروق بقى دبسنا في العقد بتاعك بشرط جزائي كبير الشركه ما تقدرش تدفعه. لعبتها صح يا حس. زعلش ابو الصلح، هي الدنيا كده يا صاحبي، دايما الغبي في اللغبه منه. اللاسكه منه. اللاسكه منه. على النعمه انت اغبى مني. انا اموت واعرف هو عينك ليه. اصل ايه اللي جاب طيار فاشل لسه متشقلب بطياره لمدير فني؟ ما قلت لك بقى كارير شيفت بقى، انت اللي مش قاري. ما مش كل كابتن يبقى كابتن يا كابتن. كلمنا انا يا كابتن. ما تعملش ايه وركبنا من اول ما دخلنا. انا مش همشيك، بس لازم تعرف ان الماتش اللي جاي ده ماتش مصيري جدا. يعني لو الفرقه كسبت هتصعد للدوري الممتاز، يعني فلوس، رعايه للنادي، دعايه واعلانات. ولو خسرت ساعتها هنرجع للبند رقم 19. اقراه لك ولا تقراه انت؟ خد اقراه انت. لا مش هقدر اقراه. ليه؟ عندي بند. مذكب. بنركب اهو. هقراه لك انا. يحق للنادي في حاله خساره الدوري تغيير المدير الفني دون الرجوع اليه او دفع الشرط الجزائي. يعني في الحالتين كسبان، يا فلوس دعايه من هنا يا همشيك من هنا. همشي انا من هنا. امشي. وزنت ولا ايه؟ ركبت انا تاني؟ حسيت كده يعني شويه. انت شايف ايه؟ حاسس ان مهمتك دي ممكن تنجح وصلاح رئيس النادي؟ يا ابني ما طول ما انت بتتعامل مع المعلومات اللي عندك على انها اسرار حربيه، لا هننجح ولا هندوق طعم النجاح. حلو، يبقى هنخسر، وده اللي احنا عايزينه ولا انت من هنا ورايح ما تخبيش عليا معلومه، فاهم؟ ما تنطق يا ابني، فاهم ولا لا؟ ولا عامل نفسك مش فاهم مخبي عليا؟ بتقول صباح الخير. صباح الفل يا سما. مالك فيك ايه؟ بتشوح لمين على الصبح؟ على ايهاب الزفت. ليه عمل ايه؟ سلام عليك. سما سيبك من عمل ايه،
هو انت كنت تعرفي ان ابن خالتك نائب رئيس النادي وما قلتليش؟ انا لا طبعا ما اعرفش معلومه زي دي. انا كل اللي اعرفه ان صلاح ليه علاقات كتير جدا ويعرف فاروق شيحه، ماشي. لكن انا ما اعرفش اكتر من كده. وبعدين خد هنا بقى، لا خد هنا، انت بتتهمني اتهام صريح وواضح كده ان انا اعرف حاجه سامع ومش ولا قايله لك اتهام ولا عليها. حاجة، بسألك بس. والله العظيم اخس. ليه فين الثقه اللي ما بيننا؟ ماشي خلاص لا دخلت طب اتفاجئت. انت عامل 11 كده ليه كده؟ يا ستي والله ما في حاجه، خلاص عارف احنا اتفاجئت. ما نعرفش عنه حاجه ليه؟ قول لي ليه يا سما؟ ليه يا سما؟